قبل ما ابدا الفيديو كده عايز اقول لك اني جايب لك النهارده اقوى نسخه واتساب موجوده في المجال كله حرفيا. شرحه ألوان وشكله وسرعة ومضاد فيروسات وحاجة حرفيا نايت مجالك. حاجة في المطروشات منك أقسم بالله خليك تطلع من هنا. بص معك نسخة واتساب مجال كله يغلف بيها. بس قبل بقى ما اوريك النسخه كده ونخش نشوف الكلام دوت، عايزك بقى كده ايه تبدا تصلي على النبي كده في الكومنتات. تمام، حتى لو ما صليتش في الكومنتات يا عم صلي على النبي بسرك. تمام، وكده احنا بالصلاة على النبي ما وصلناش ال50 لايك بتوعنا اللي احنا بقالنا فيديوهين بنصور عليهم، فبإذن الله يعني الفيديو ده لو ما جابش 50 لايك فصدقوني يعني انا برد على الناس كلها في الكومنتات وارد عليك في قناة التليجرام واي حد يخش يكلمني خلاص برد عليه. تمام، بس يعني انا لو ما لقيتش تقدير على الفيديو ده حرفيا الفيديو ما وصلش 50,000 لايك. 50 لايك، سوري 50,000 الفيديو لو ما وصلش 50 لايك فاعذروني، ما حدش يقول لي انت ما بتمدش ليه او ما بتنزلش فيديوهات ليه او مش بتقدرنا ليه. تمام، لانك هتقدرني هقدرك. تمام، وبس كده عشان مش هتطول لايك في المقدمه، اهم حاجه بس تنزل تعمل السبسكرايب بتاعك الرايق خلاص وضل لنا هانت على 6 اشتراك. تمام، وتنزل طبعا تشترك في قناه التليجرام خلاص داخلين على 1300. تمام، وطبعا هتك تكسر زرار اللايك اللي تحت ده وتفضل الجرس بتاعك جميل ويسيب كومنت منك كده رايق يشجعني. تمام، وبس كده يلا بينا نبدأ المدعك. ازيك يا صديقي، يا رب تكون دايما بألف خير. طيب في البداية بس كده عايز اقول لك انا جايب لك افضل نسخة في المجال حرفيا. تمام، وعارف ان هي طولت معايا سيكا، بس بصراحة الفيديو ما جابش 50,000 لايك، عشان 50 لايك، عشان كده حبيت ان انا اطور شوية في النسخة دي. تمام، ويعني نسخة كده كده اصلا مش من تطويري بالكامل، ويعني مش هقول لك اجمد حاجة وما فيش منها اتنين، لا هي النسخة رايقة. تمام، فسيبك بقى من اي حاجه كده، وتعالوا بس كده افهمكم كام حاجه، عشان في ناس اصلا بتخش تكلمني ما بتبقاش عارفه ازاي تثبت النسخه. تمام، فخليكم معايا بقى دقيقه كده افهمكم الدنيا ماشيه ازاي. طيب، اول حاجه هنحتاج المتجر ليه. تمام، تخش على المتجر هنا، وهتخش على الصوره اللي فوق ديت. تمام، وهتيجي تخش على الحمايه بلاي، هتخش على الترس اللي فوق، وهتلاقي الحماية هنا شغالة، فانت هتقفلها. تمام، وهيطلب منك الباسورد وكده، تمام، بتاع التليفون. وهترجع كده تدوس في البحث على زي ارشيف، هتكتب بس التلات حروف دول. ثانية، هيظهر معاك اهوت برنامج الاخضر دوت، هتثبته. وبعد ما تثبت هتعمل له فتح كده، هيطلب منك صلاحية الوصول لساحة التخزين وكده. تمام، هتديله الصلاحية عادي، وهتخش عندك في ملف الداونلود. تمام، انا مش فاكر انا حاطط النسخة فين بصراحة، فانا هجرب احط بالاسم بس كده. هتخش عندك على الداونلود، هتلاقي النسخة موجودة قدامك كده بالشكل ده. تمام، ملف ايه على شكل ملف مضغوط، هتخش عليها كده. تمام، هتدوس كلمة مشهد، هتلاقي الاي بي كي مقفول. فاهم؟ في النسخة اهي، هتلاقي الاي بي كي مقفول. طبعا الاي بي كي ده هيكون هتدوس كلمة تثبيت دي، فهيطلب منك باسورد. الباسورد دوت انا هقوله بصوتي في الفيديو. تمام، او هينزل على الشاشة، هيكون مكون من 6 ارقام. تمام، فركز معايا في الفيديو كده بقى وما تجريش، عشان تعرف تاخد الباسورد وتفهم النسخة وتستفاد. تمام، ماشي. بعد ما تثبت النسخة، طبعا النسخة بتشغل ربط الجهاز بدون اي مشاكل. تمام، هنيجي نفتح النسخة مع بعضنا. تمام، زي ما انت شايف دي كده الواجهة بتاعت النسخة. عندك هنا دردشات مجتمعات. تمام، تحديثات، المكالمات، ايه، الكلية. تمام، هتيجي كده على التلات نقط اللي فوق دول، وهتخش عندك هنا الخصوصية.
عندك هنا إخفاء ظهور، إخفاء إنك شاهدت الحالة يعني وكده، إظهار إن الرسالة محولة، إظهار رسالة معدلة، تعطيل المشاهدة لمرة واحدة اللي هي لو حد باعت لك صورة هوم فيو، تعطيل منع حذف الرسايل يعني لو حد مسح رسالة متمسحش من عندك، تعطيل منع حذف الحالات، الصحن الأزرق فقط بعد الرد. تمام. وعندك هنا الصح الأزرق وصحين الاستلام وجري الكتابة وتسجيل الصوت والاستماع الصوت، وعندك هنا إعادة ضبط الخصوصية. تمام. عندك هنا طبعا تحديث جي بي واتساب، لو دخلت هنا كده الموقع الرسمي طبعا يدخلك على قناة اليوتيوب بتاعتنا. تمام. يعني انزل كده بقى اخبط زر اللايك الرايق بتاعك كده وكومنتك الرايق وخلاص. زر الاشتراك فاضل 4 مشتركين بالظبط ونوصل 600 مشترك. تمام. وطبعا ده الفيديو اللي انا قلت لكم عليه، والفيديو لحد دلوقتي يعني بقاله 4 ايام الفيديو ما جابش ال 50 لايك، وانا قلت لكم يا جدعان ان انا مش هنزل حاجه تاني لحد ما الفيديو يجيب 50 لايك بس. يلا مش عايز اتاخر عليكم برضو، بس بعد كده ما حدش بقى يرجع يلومني يقول لي انت ما بتردش على حد او ما بتقدرش حد او الكلام ده كله، لان انتوا ما قدرتونيش. تمام. تمام. طيب نكمل بقى النسخه بتاعتنا. عندك هنا طبعا اضافه المكسيكي طبعا، عندك جدولة الرسائل، رد تلقائي، إعادة تشغيل واتساب اللي هو راستر يعني، وعندك رسالة رقم غير محفوظ، رسالة جماعية للمجموعات، الإعدادات، مجتمع جديد. تمام. وعندك رسالة جماعية والأجهزة المرتبطة والمميز بنجم. تمام. طبعا النسخة بتشغل ربط الجهاز بدون أي مشاكل. طيب لو دخلنا كده عندك طبعا رسالة رقم غير محفوظ. تمام. ولا سيب الرسالة دلوقتي، تعالى بس كده أوريك الإضافات. هتخش كده. تمام. زي ما انت شايف ده آخر تحديث للنسخة. تمام. عندك هنا نحن الخصوصية. تمام. إخفاء الظهور بقى، تجاوز المشاهدة والكلام ده كله اللي احنا لسه قايلينه بره. تمام. وبرضه يعني شوية حاجات تانية زيادة. ماشي. هنرجع كده وهنخش على السمات. تمام. عندك هنا إظهار تفعيل زر وضع رأي، تحميل سيم، تطبيق سيم من ملف. تمام. لو عندك سيم على الجهاز. عندك هنا حفظ السيم، استعادة سيم، وعندك إعادة ضبط وحذف جميع السمات المخزنة. تمام. هترجع كده يا فيديو، هتخش بعديها على الارتفاست اللي هي الاضافات بقى يا باشا. عندك هنا كل قسم الاضافات كله. تمام. عندك هنا قسم الحمايه من الفيروسات. تمام. عندك قسم قص فيروس الصورة، قص تأخير النسخة، قص قراءة المزيد، قص فيروس الميديا، قص فيروس الموقع، قص فيروس الويب، قص فيروس الوثيقة، النص، فيروس الكراك. تمام. وفيروس الصوت، وفيروس البوت 1، وفيروس البوت 2، وفيروس SQL، وعندك فيروس CTTT. ماشي ما علينا. وعندك هنا قص فيروس البوتات الجديدة. تمام. اللي هي 2025. تمام. وعندك قص فيروس النسخ. تمام. وعندك بقى إضافات جديدة، إلغاء إعادة توجيه. تمام. وعدم حذف النص من الشات، وثق رقمك. تمام. اللي هي علامة التوثيق. عندك هنا زيادة سرعة النسخة، ابعت مسج بسرعة. وعندك هنا سجل ريكورد مكالمة، وإخفاء الشتات، الكتابة كتسجيل. تمام. تكتب يعني أنت بتكتب وبيظهر له بره إن أنت بتسجل ولا عكس صحيح. تمام. إزالة حد الأحرف من الأسماء، إزالة حد الأحرف من الستوريز، زيادة المشاهدات ستوريز 1 2، زيادة جهات الاتصال والمنشن الجماعي، وسائل الأرقام، متفاعل الستوري تقدر تغيره براحتك. وعندك هنا عكس الرسائل لحظر الأرقام. تمام. طبعا أنت أي حاجة بتشغلها هنا لو حسيت إن هي لسه ما اشتغلتش معاك. تمام. لو واجهتك مشكلة يعني أنت شغلت حاجة دلوقتي وما اشتغلتش معاك، أنت كل اللي عليك بتيجي كده وبتعمل عليه تشغيل واتساب عشان تراستر النسخة بدون أي مشاكل، وكل حاجة هتشتغل معاك. تمام. بس أنا مش هقدر أجرب معاكوا عكس الرسائل عشان أنا كنت بصور الفيديو قبل دوت، فكنت لسه بجرب النص التفجيري فالحساب اتقيد. تمام. بس عموما علامة التوثيق شغالة فوق اهيت. وهتقول الحساب قيد ليه؟ اقول لك اصلا عشان ده رقم فيك انا ساحبه. ده رقم يمني، انا ساحب الرقم بس عشان اسجل بيه، وانا يعني سحبت الرقم ودخلت اتكلم بيه على طول، عشان كده اخدت تقييم. تمام. المهم نكمل، نخش تاني كده على النسخة بتاعتنا. طبعا احنا شفنا اضافات جديدة كلها. عندك هنا تفكيك الريكورد، عندك تفكيك الريكورد بقى 1 و2 و3 و4 و5، وزيادة وقت الريكورد وتقليل وقت الريكورد. تمام. وعندك بقى اعدادات الايفون. تمام. انا كده كده اصلا مفعل السيم بتاع الايفون. تمام. وعندك هنا مؤثرات تمرير الصفحات. تمام. اللي هي يمين وشمال وكده، مؤثرات تمرير الدردشة الاعلى والاسفل. تمام. وعندك هنا مؤثرات تمرير رسائل داخل المحادثة. تمام. وعندك هنا اسقاط الكائنات على الشاشة، تنشيط التأثير، الدوران، اسقاط الكائنات بقى تختار الكائنات اللي انت عايزها، مثلا زي التلج. تمام. والكثافة مثلا خليها خفيفة والسرعة عالية. ماشي. تنشيط التأثير، وترجع كده نجم. تمام. عندك هنا الإعدادات العامة، عندك الألوان تقدر تغيرها براحتك. تمام.
وعندك الستايل اللي هو الشكل يعني، تمام. ده الشكل اللي هو بتاع الواتساب العادي، وده ايه الايفون، تمام. انت طبعا تقدر تغيره انت، كل حاجه انت هتنزل كده، تمام، الشكل اللي انت عايزه وتحدده، تمام، وهو هيتطبع معاك تلقائي، تمام. وعندك هنا تغيير ايقونه التطبيق، وعندك ايقونه الاشعارات، تمام، ونوع الخط، تحميل خطوط بقى وكده، تمام. نرجع بقى كده، عندك إخفاء الوسائط من المعرض، الصور مقاطع الفيديو والجيف، تمام. وعندك النسخ الاحتياطي، وعندك إيه الإعدادات، عندك هنا فتح أكثر من محادثة، تمام. تعطيل الإشعارات العائمة، تعطيل عداد الأيقونة، تعديل الإشعارات عند تشغيل رسالة صوتية، تمام، لما تيجي تسجل ما يشتغلش كده إشعار، فاهم. تفعيل متصل دائما، بقاء متصل دائما حتى إذا خرجت من البرنامج قد يستنفذ ذلك البطارية، تمام. وعندك هنا رسالة يعني تبعت صورة بوضوح عالي بقى، تحدد الجودة براحتك، تمام. أقصى جودة بتقدر تبعتها بأقصى جودة ممكنة، تمام. وعندك هنا يا زميلي الشاشة الرئيسية، تمام، البر العلوي بقى، تمام. وعندك هنا الأسطر، تمام، الألوان بقى بتاعتها والزر العام وكده، تمام. مش عايز أطول عليك بقى في الفيديو أكتر من كده، تمام. وفيها إيه بعض الإضافات برضو عايزك أنت تخش تكتشفها بنفسك، تمام. زي ظهر إنه حد اتصل، وظهر إن حد غير الصورة بتاعته، وظهر إن حد نزل ستوري والكلام ده كله، ظهر إن في أي حد بيكتب دخل الشات بتاعك بيكتب وكده، تمام. وعندك هنا طبعا النسخ الاحتياطي، وعندك هنا تنظيف المخلفات، تمام. وعندك هنا الويجت، تمام. وعندك إيه التحديثات، تمام. وعندك هنا حول التطبيق، تمام. طبعا دي نسخة أخوك أبو صالح وأخوك العبد الله معدل عليها، يعني هو كان مدينا النسخة على الأبيض، تمام. طبعا أنت لو جيت دخلت على التحديثات كده، ودخلت على البحث عن تحديث، هيقول لك إصدارك الحالي محدث بالفعل، لا يوجد تحديثات متوفرة، يعني ده آخر إصدار حاليا، تمام. فبس كده يا عمي نكون وصلنا لآخر الفيديو. طبعا لو أنا مقولتش الباسورد دلوقتي بصوتي فهتلاقيه نازل قدامك على الشاشة، تمام. وبس كده يا برو، أحلى مسا عليك يا عم، وطريق السلامة.